السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة ميرفت جمعة. بقدم لكم النهاردة طريقة عمل كفتة الرز. قبل ما ابتدي ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معايا كيلو لحمة، ومعايا حزمة شبت وبقدونس وكزبرة، ومعايا بصلة متوسطة، ومعايا 6 فصوص توم. معايا كيلو ونص رز، شلت 100 جرام وهحط بدلهم شعرية. توابل ملح وفلفل وكزبرة. نسمي الله كده. ننزل كل بعضه كده. وانزل الرز. الرز انا شلت 100 جرام، انا غسلاه طبعا، نقعته وغسلته وايه ونشفته يعني. وخلطته مع بعض كده، وهحط خضرة وشبت وبقدونس وكزبرة وبصلة متوسطة و6 فصوص توم. طبعا هناخدهم على الكبة نديهم وشين. شلت 100 جرام من الرز وحطيت بدلهم شعرية. كده في بعض كلهم. هنحط بقى معلقة، نص معلقة كزبرة ناشفة. هنحط فلفل اسود، وهحط معلقة ملح. نقلبهم كده ونضربهم في الكبة. هنحط بقى في الكبة ونضربها، هنحطها ونضربها على كذا مرة عشان مش هتيجي في مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضربها بقى في الخلاط، هنضربها اول وش وهوريهولكوا برضه. ودينا فرمنا الكفتة اهي. عايزه اقول على كام ملحوظه. اول حاجه تنفع اللحمه الجملي او لحمه كندوز، بس انت بتقولي للراجل وانت بتجيبيها لو هيفرمها لك قولي له انا هعملها كفته رز، لانها بيديها لك خشنه شويه. تاني حاجه، لو انت هتعمليها في الكبه يفضل ان انت تطحني الرز، عشان انا عملتها مره في الكبه ووش في الكبه ووش في المفرمه. فلو هتعمليها في الكبه اطحني الرز الاول واللحمه المفرومه مطحونه، او لو اللي انت جايبه اللحمه عاديه اعمليها في الكبه الاول وبعدين اطحني الرز وحطي بقى كل المكونات يعني. فانا دلوقتي عملتها اهو، هسيبها في التلاجة نص ساعه ترتاح وبعدين اصبعها. وبعد ما سيبنا الكفته في التلاجة ادي ساعه، هنصبعها دلوقتي. معانا صينيه اهي ومعانا شويه زيت وايه. بسم الله الرحمن الرحيم. صبعيها بقى حسب ما انت عايزه، نعوص ايدينا زيت كده. عايزه تعملي صوابع، عايزه تعملي كور، براحتك بقى، دي حاجه ايه ترجع لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعملي كده، بتعمليها كده. تحاولي طبعا هي لازم تكش، فايه انت اعملي الصباع برضو على اساس ان هي ايه ممكن تكش يعني. اي لحمه بتخش في السوا لازم تكش يعني. اهي
صبعيها بالشكل اللي انت عايزاه، سواء صوابع سواء كور، واخلص كله. اخلص بقى كله، وايه نيجي على التحمير كده، نحمرها. عايزه تحفظيها بقى، من الافضل ان انت تحفظيها وهي ايه متحمره، يعني مش نيه. في ناس بتشيلها كده، لكن لما تكون متحمره بتسهل عليك العمليه يعني. اخلص كله بقى وارجع. وخلاص صبعنا الكفته اهي، وحطينا الطاسه على النار اهي. هننزل بالكفته. من الافضل ان انت تشيليها متحمره. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا شويه كور وشويه صوابع. الكفتة دي تلاقيها في العزايم بترمي، وخصوصا في الأرياف لما يحصل مناسبات كده تلاقيهم ايه بيعملوا كفتة، لأنها بترمي يعني بتدي كميات يعني. بصوا اهي، طبعا حمرناها كويس اهي. نحمرها كويس اهي، بسم الله ما شاء الله اهو. حمريها كويس عشان لما بتحطيها في الصلصة ما ايه ما توترش قوي اهو. بصوا نخلص التحمير كله بقى وارجع كده. حمرناها كلها، هنعبيها في اكياس لما تبرد، وهنخدع على حبة شوية يعني كده على قد طبق. نسيبها تبرد ونكيسها. ومن الافضل ان انت تشيليها متحمرة افضل يعني، بدل ما تجمديها عجينة وبعدين تطلعيها تفك وتصبعيها. فانت حمريها الاول، وخليكي تحمريها يعني خليها ناشفة كده. بصي عشان لما تخش في السوا في التسبيكة ما تعملش ما تفكش يعني. هكيسهم وهنسيب حبة نخدع عليهم. دلوقتي هنحط بقى نخدع للكفتة. هنعمل شوية بس كده، نحط شوية زيت، وهنزل ببصلة مفرومة اهي. هخليها تدبل كده، مش عايزاها يعني التحمير قوي. معايا فصين توم اهو، فصين توم.
عايزاها بس تبقى لونها ذهبي كده بس مع الثوم، ومعايا عصير طماطم، ومعايا بطاطس، عدد بطاطستين كده مكعبات اهي، وهنعمل شوية الكفتة. بصوا اهي ده بقت ذهبي اهي. هننزل بيه عصير الطماطم. هنزل بملح، فلفل، هنزل ببهارات لحمة، هسيبها لما تغلي كده. هنزل بقى بالكفتة، بسم الله الرحمن الرحيم، هديها غلوة كده، وبعدين هنروح ايه حاطين ايه البطاطس، يعني سيبها تغلي غلوتين كده، وبعدين نحط البطاطس. بعد ما غليت وخدت غلوتين كده هنسقط البطاطس ونسيبها بقى تستوي، نرجع لكم. وادي الشكل النهائي للكفته اهي ما شاء الله اهي. طبعا بتروحي للجزار تقولي له سواء لحمه جملي او لحمه كندوس، بتقولي له عايزه اعمل كفته رز، فسواء هتعمليها عنده دي ما فيش اي مشكله، لكن لو انت اللي هتعمليها هو بيفرمها خشنه مش ناعمه. فاتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.